يعتبر الملك أمنمحات الأول واحد من أهم الملوك في تاريخ الدولة الوسطى، وبالتحديد في تاريخ الأسرة ال 12 بسبب إن هو مؤسس الأسرة دي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن تاريخ الملك أمنمحات الأول، وهنبدأ كلامنا من النقطة اللي وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت، وهي الدعاية لظهور مخلص البلاد ونسور الحاكم اللي اتكلمنا عنها قبل كده. كانت قلعة قديمة موجودة عشان يتم من خلالها حماية الجزء الشرقي من الدلتا، وكانت موجودة في المناطق اللي بيستولي عليها الآسيويين، واتبنت عشان من خلالها يتم حراسة الطريق من قارة آسيا لمصر. وكانت في عهد الدولة القديمة، وأعلن نفر الرهو إن الملك هيرجعها زي ما كانت قبل كده. والصورة اللي رسمها هنا المتنبي نفر الرهو عن الحالة اللي بنتكلم عنها في الوقت اللي دخل فيه الآسيويين لمصر بيفكرنا باللي تم ذكره في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجداد الآسيويين لمصر. أما الإعلان عن الإصلاح الداخلي اللي حصل في النظام فإنه من الحاجات اللي بتجذب الأنظار عشان كان قصير جدا وبسيط جدا جدا، وبيقول إن العدالة ستعود لمكانتها والظلم سينبذ بعيدا. وكانت ماعة القديمة هي اللي هترجع للملك الجديد في شكل نظام ثابت يكون رقيب ومهيمن على حياة الشعب المصري، ورجع لماعة النظام القديم اللي فضل 1000 سنة مرشد ومهيمن على الحاكم وحكومته وسلطنها مرة أخرى. وفي احتمال إن السعادة اللي ظهرها نفر رهوه واللي كان بيعني من خلالها المثل العليا القديمة للأخلاق الفاضلة والسعادة القوية، غير إن الحالة دي كانت مع الأسف بعيدة بشكل كبير جدا عن الحقيقة اللي كان بتحصل. وكان أمنمحات واللي بيعتبر من كبار الإداريين في العالم في الوقت ده ربنا أعطاه ذكاء وفطنة عظيمة جدا، أعاد من خلالها من غير أي مشاكل أو حروب النظام القديم، وبقدر ما سمحت ليه الأحوال واللي حتمت عليه الظروف إن هو يختار عماله وموظفيه عشان يديروا شؤون مصر. ومن بين الرجال دول هم الرجال اللي نشأوا وترعرعوا في عهد الانحطاط اللي جه بعد عصر بناة الأهرامات، وقلوبهم كانت مليانة حب الفوضى والفساد، وده اللي أدى لقتاله ونصحه لأبنائه بعد موته في رؤية صادقة بأن هم ما يعتمدوش على أي حد. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن نشأة أمنمحات وعبادة الإله آمون، ودي كانت حالة البلاد المصرية زي ما وصفها لنا المتنبئ نفر رهوه، أو زي ما بيريد إن هو يصورها لنا الملك أمنمحات لما تولى عرش مصر. وهنشوف بعد كده إن الإصلاحات العظيمة اللي ادخلها الفرعون ده في مدة حكمه الطويل. ومن الغريب إن المؤرخ منيوتون ما ذكرش في تاريخه عن البطل العظيم أو عن الملك ده أي حاجة إلا إن هو مؤسس الأسرة ال 12، ومن مدلول اسمه واللي هو أمنمحات، أو بمعنى آخر آمون في الأمام، بمعنى آمون أمام الإله. هنلاحظ إن أسرته كانت بتنتمي لعبادة الإله آمون واللي كان معبود طيبة المحلي. وهنلاحظ إن الملك أمنمحات الأول كان بيقدس الإله ده اللي هو الإله آمون أكتر من الإله منتو واللي كان بيعتبر في مصر القديمة إله الحرب، وكان بيعتبر معبود بلدة أرمنت المحلي. وكان ملوك الأسرة ال11 بيقدسوه أكتر من الإله آمون، وبيمزجوا اسمه في تراكيب أسماء الملوك، وكان أمنتحتب أو منتحتب ده، غير على الرغم من أن عاصمتهم كانت طيبة. وكان من يوم اعتلى أمنمحات الأول عرش الديار المصرية بدأ نجم الإله آمون يعلو ويتلألأ، وبقى أهم ملوك أو أهم الآلهة المصرية، وده لغاية ما بقى أعظم الآلهة المصرية من ناحية الشهرة والعظمة والثراء، لدرجة إن هو غطى على شهرة الآلهة المصرية التانية وانتحل لنفسه الصفات الخاصة بيها، لغاية ما بقى هو الإله المصري اللي أكبر وأعظم نفوذ، ومزج بين اسمه واسم رع باسم آمون، وبقى اسمه آمون رع. ومن عهد الفرعون ده اللي هو أمنمحات الأول بدأ ثالوث مدينة طيبة يزداد شهرة، وبيتألف من الأب وهو آمون، ومن الأم وهي موت، وبعد كده الابن وهو خنسو واللي كان اسمه بمعنى القمر. وكلهم حسب الاعتقاد المصري إله واحد. أما الآلهة التانية
بدأوا يتضاءلوا أمام الثالوث ده إلا الإله أوزير إله الآخرة، فإنه حفظ مكانته وسلطانه. وهنلاقي بعد كده إن كهنة طيبة ازداد سلطانهم بشكل تدريجي لغاية ما بقوا في الآخر هم أصحاب السيطرة الدينية في مصر كلها وأغنى طائفة فيها في عهد الأسرتين ال18 وال19. ودلوقتي هيبدأ نتكلم عن مقر الملك الجديد. بس على الرغم من إن أمنمحات نجح إن هو يعلي شأن آمون إله طيبة واللي هي مسقط رأس أمنمحات، وقدر إن هو يخليه يعبد في كل مصر من أقصاها لأدناها، فإن حالة البلاد لما بدأ إن هو يأخذ بزمام الأمور ما سمحتش ليه إن هو يخلي طيبة عاصمة لمصر، وكانت هي حاضرة الملك في عهد الأسرة ال11، لأنه كان يريد إن هو يجعل البلاد كلها أو مصر كلها في متناول إيده، وكان شايف إن مقر الملك لازم يكون في حتة أو في نقطة تكون وسط العقدة أو في نص مصر بالنسبة لمصر كلها. وضرب على منطقة أو بدأ إن هو يبعد عن مدينة طيبة مقر أسلافه، واختار منطقة بعيدة عن أهناسيا واللي كانت عاصمة الملك في خلال الأسرتين ال9 وال10. وفي نفس الوقت بعد عن إن هو يتخذ منطقة أو مدينة منف عاصمة للملك الجديد في عهد الدولة القديمة واللي كانت حاضرة لسلسلة من أمجاد الفراعنة. والظاهر إن هو كان عايز من خلال ده إن هو يبعد الحكم عن العاصمتين دول، وان هو يكون مجدد في كل حاجة بيقوم بيها، وفي نفس الوقت بيرجع لمصر عظمتها وسمعتها. ومن خلال اختياره وقع اختياره على منطقة او على مدينة بتدل شواهد الاحوال ان هي قرية الليشت اللي موجودة في الوقت الحالي، قامت على انقاض المدينة دي وهي بتبعد حوالي 15 ميل جنوب منف. وفي الواقع ان الموقع الحقيقي ليها ضاعت معالمه او ضاعت معالم المدينة دي بسبب ان هي أقيمت عليها مدينة الليشت أو قرية الليشت. وأقام في المنطقة دي مدينة محصنة كان فيها القصر الفرعوني ومركز القيادة العامة للجيش، وأطلق على العاصمة دي اسم أستاوي واللي معناها مراقبة الأرضين. ووصف القصر انه كان محلى بالذهب وابوابه او البيبان بتاعته كانت من النحاس، والاقفال بتاعته كانت من معدن اسمه معدن الشي، وكانت كل بناءاته قد اتقن اتقان عظيم جدا، غير ان التخريب مفضلش اي اثر منه للمدينة دي. وبالمناسبة دي هنذكر انه تم العثور على قاعدة تمثال الفرعون امنمحات مصنوعة من النحاس في مدينة سينا، وده بيدل ان الفرعون ده كان بيستخرج النحاس اللي استعمله في مبانيه من مناجم سينا في عصر الملك امنمحات الاول. ودلوقتي هيبدأ نتكلم في اخلاق وصفات الملك واصلاحاته. ومفيش شك ان التسمية مراقبة الارضين بتحكي القصة اللي كانت عليها مصر في الوقت ده من القلق والاضطراب زي ما وصفها المتنبئ نفر روهو، وان امنمحات ما كانش الراجل اللي هو يقدر ان هو يخدع نفسه، وكان عارف انه ما كانش الفرعون المحبوب، وكان في اعتقاد انه كان في نظر البيت المالك داخلي على البيت المالك الاصلي، وانه كان بينتسب لفرع منه حسب واحدة من الروايات، وان اكبر شفيع ليه في تولية عرش مصر واحترام الاهل ليه والبيت المالك ليه بيرجع لكفاءته في ادارة البلاد بعد طول فترة الفوضى، وان هو المصلح المنتظر اللي اتنبأت بظهور الاساطير قبل كده، وقدر ان هو يحقق اللي اتنبأت بيه الكتب، وان هو اظهر مقدرة نادرة في توجيه سكان مصر، وقدر ان هو من خلال المقدرة دي ان هو يبان ان هو اللي اتكلمت عنه الاساطير قبل كده، وورثت القوة دي او قدر ان هو يورث المقدرة دي لاخلافه، وهي اللي ميزت الاسرة دي وجعلتها اول اسرة واقوى اسرة مصرية وهي الاسرة ال12. وحكمت مصر بمقدرة فذة وذكاء مفيش زيه لغاية ما بقى عصرها يعرف بالعصر الذهبي في تاريخ مصر، وخصوصا من ناحية الادارة والادب والفن. واتكلمنا قبل كده ان نبوءة المتنبئ نفر روهو ما كانتش الا دعاية للفرعون ده ومبرر عشان يقدر من خلاله ان هو يحكم الملك او يحكم عرش مصر قدام الشعب. وكان من اللي اتنبأ بيه الحكيم ده ان هو هيقيم حاجة اسمها سور الحاكم، وما يقدرش السور الحاكم ده ان هو يسمح للاسيويين اللي هم ينزلوا مصر مرة تانية. وما فيش شك ان نفر روهو بيشير ان سور الحدود ده كان مقام على خليج السويس عشان يقدر من خلاله ان هو يصد غارات الاسيويين عن بلاد الدلتا او مصر. وكانت الغارات الاسيوية او الغارات الاسيوية موضع او مجال شكوى في الازمان اللي هي قبل فترة حكم الملك امنمحات الاول. ودلوقتي
ودلوقتي هيبدأ نتكلم في نقطة مهمة جدا ومحور جدل في فترة حكم الملك أمنمحات الأول، وهي تاريخ سيدنا إبراهيم وما يقال عنه. وبينسب مجموعة من المؤرخين خروج إبراهيم عليه السلام لعهد الملك أمنمحات الأول، وإن الإشارة فيها للآسيويين في نبوءات نفر روحه، وبيقصد بيها الحادث نفسه. وكانت الأمور الثابتة إن إبراهيم عليه السلام كان معاصر لواحد من فراعنة الأسرة ال 12، والقول بأن هو معاصر للفرعون مؤسس الأسرة دي وهو أمنمحات الأول، وأن خروجه حادثة مؤكدة حصلت في عهد الفرعون ده قولا مفيش اي برهان او صحة عليه. وهنلاقي ان في انكار للنقطة دي او الحادث ده لاسباب تاريخية قوية جدا، فان المتفق عليه ان اميرافيل اللي هزموا ابراهيم، وانه كان من خلال هزيمة سيدنا ابراهيم ليه يريد الخلاص لابن اخوه لوط هو حمورابي البابلي. وبمعنى اخر ان سيدنا ابراهيم كان معاصر للملك حمورابي البابلي، والابحاث التاريخيه بتميل لوضع تاريخ حياه حمورابي معاصره ليه بعد قرن من التاريخ اللي اتأرخ بيه. واخر تاريخ متفق عليه الفتره دي للملك البابلي حمورابي هو سنه 1940 قبل الميلاد او ما يقرب من التاريخ ده، وذلك فان التاريخ 2000 قبل الميلاد اللي بيعتقد المستر ويجول ان هو بيعاصر الملك أمنمحات الاول بيسبب فجوة تاريخية قدرها حوالي 70 سنة بين ابراهيم عليه السلام المعاصر للملك أمنمحات الاول وابراهيم المعاصر للملك حمورابي. وبكده هنلاقي نفسنا قدام نظريتين مختلفتين بشكل كبير جدا، وهي نظرية سيدنا ابراهيم اللي كان موجود في عهد الملك أمنمحات الأول، ونظرية تانية وهي سيدنا إبراهيم أو إبراهيم اللي كان موجود في عهد الملك البابلي حمورابي. وبكده هنقدر ان احنا نستنى الاكتشافات التاريخية الجاية هتجود بايه، ونقدر من خلال الاكتشافات دي بإذن الله ان احنا نعرف الفترة اللي كان موجود فيها سيدنا إبراهيم في مصر او الفترة اللي كان موجود فيها سيدنا ابراهيم في بابل، وهنستنى الاثار اللي بيتم اكتشافها من مصر واللي بيتم اكتشافها برضه في بابل. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن اصلاحاته وسياسته الداخلية. ومن الحاجات اللي مفيش اي شك فيها ان تولي أمنمحات الاول ملك مصر ما قدرش حكام الاقاليم ان هم يقابلوه بترحاب، وبالذات امراء المقاطعات اللي كان ملكهم في كل مقاطعة وراثي، وكان كل واحد منهم يحكم في عاصمة مقاطعته الخاصة بيه كأنه ملك مستقل. عشان كده في البداية عرضوه في توحيد السلطة في مصر كلها من أقصى البلاد لأقصى البلاد على إيد فرعون واحد، وكان لزام على أمنمحات إن هو يروح لكل مقاطعة بنفسه عشان يحط حد لكل أمير ويكبح جماح أطماعه وينزله من الجبروت والتكبر اللي كان فيه بالقدر اللي كانت بتسمح ليه أحوال كل مقاطعة في الوقت ده. وده طبعا غير إن سلفه او الملك السابق ليه ساب ليه حروب خارجية كان لازم ان هو يتابعها بنفسه. عشان كده بيقول الدكتور او عالم الاثار الدكتور ادوارد مير ما كانش يقدر أمنمحات الاول ان هو ياخد عرش مصر ليه وان هو يحافظ عليه الا بالقوة والحروب. واحنا متأكدين انه كان في حروب خارجية او حروب بره مصر يقدر ان هو يربطها بالتغير الاسري، والحروب دي بدأت فعلا في عهد الملوك اللي كانوا سابقين ليه اللي هم من تحتب الثالث ومن تحتب الرابع، وكانت قائمة في مناطق اسيا ولوبيا والنوبة. ده غير انه ذكر لينا الموظف خانوم حتب واللي كان واحد من قادة الملك أمنمحات الاول في نقش جنائزي اتناقش على واحدة من جدران مقبرته انه ظهر مع الملك في اسطول في حوالي 20 سفينة مصنوعة من خشب الارض، وانه هدم العدو في مصر واخضع الاسيويين اللي كانوا في معسكر العدو واستولى على الاراضي المنخفضه والاراضي العاليه في القطرين، وكافئوا الفرعون بان هو خلاه امير على بلده منعات خوفو واللي كانت بني حسن اللي كانت في الوقت ده تابعة لمقاطعة الغزل، واتفصلت عن حكومة المقاطعة دي وضم ليه برضو إدارة الصحراء الشرقية، وامتدت سيطرة البلدة دي لغاية ما شملت كل مقاطعة الغزال واللي كانت قريبة من محافظة المنيا. وفي الظاهر إن أسرة الأمراء القديمة وهي اللي كانت موجودة في الجهة دي
كانت انضمت لمعسكر معادي للفرعون وخلعوا من المنطقة دي. عشان كده بيظن ان النوبيين والاسيويين اللي ذكروا في الحروب دي ما كانوش الا عبارة عن جنود مرتزقة كانوا بيحاربوا في المعسكر المعادي لفرعون، والجندي المرتزق معروف بيحارب مقابل الاموال. ولما ما قدرش الملك امنمحات الاول ان هو يجمع كل السلطات في ايديه دفعة واحدة، وانه يكون ليه الحق والسلطان المطلق ان هو يولي حكام المقاطعات الوراثية ويعزلهم زي ما كان الحال ده موجود في ايام الدولة القديمة، لجأ ان هو ياخد طرق تانية ان هو يحد من سلطات الحكام الوراثيين والاسرات القوية، وبدأ ان هو يضمهم لصفه من خلال ان هو يبدأ يديهم انعامات وان هو يديهم القاب عالية جدا ويقربهم منهم بالخطوات والوعود الخلابة. وفي الحقيقة ان السياسة دي نجحت نجاح باهر جدا، وبكده سابت لنا الأسرة ال 12 في تاريخ الفراعنة الطويل ذكرى لعصر كان نظامه الإداري غاية في القوة والرخاء، وخصوصا في نهاية عهد الأسرة دي. وبكده كانت الأسرة دي أثرها المجيد في السياسة والحالة الاقتصادية، ده غير طبعا التجديد القوي والمبتكر في الفن والأدب. وفضلت لينا ذكرى إصلاح الفرعون العظيم ده واللي كان بيتغنى بها الأمراء، لدرجة إن خانوم حتب الثاني أمير مقاطعة الغزال بدأ ان هو يعد لنا الاصلاحات للفرعون العظيم ده بعد ما عدى عليها 80 سنة في عهد جده خانوم حتب الاول. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن عهد الملك امنمحات الاول، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.